السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة تاعكم مصطفى يوكي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. بدون اطالة خوتي، فيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحين نفهمكم على ما هو العمل التطوعي، واسكو صح تروح تفواياجي باطل ولا ما كاش منها ولا، ونزيدو نفهمكم على السيت هذاك تاع الوورد بيكرز. خوتنا نبداو. هذاك الوورد بيكرز هي عبارة عن منظمة عالمية تربط ما بين المتطوعين والباحثين عن المتطوعين. معناتها شغل هو وسيط. هذه المنظمة هي عبارة عن وسيط، يعني تربط ما بين هذو الزوج. خوتي هذه المنظمة تقدروا تشاركوا في أكثر من 140 دولة، سواء في أوروبا، آسيا، أمريكا، لأفريقيا. لحقوني بزاف خوتي الأسئلة تاعكم اليوم، إن شاء الله راح نسيو نجاوبوا على الأغلبية. السؤال الأول خوتي، كي سقسيتونا قلتونا اسكو يوفروا لك السكن ولا لا. خوتي هذه المنظمة تعطيك السكن، توفر لك السكن، الوجبات والتغطية الصحية، معناتها لاسيرونس تاعك وكاع، مقابل العمل التطوعي اللي راك راح نتايا تخدمو ولا راك رايح تتطوع به. هذه هي ليكيب. قال لك السؤال الثاني، هل هناك معايير للقبول؟ على حسب الفرصة خوتي اللي انت راك رايح تخيرها. مثلا لو كان زعما تتقدم باش دير العمل التطوعي فيما يخص اللغة، معناتها تروح تقري بالك دراري صغار لغة أي لغة إنجليزية ولا فرنسية، في الحالة هذه راح يطلبوا منك إثبات شهادة التمكن، معناتها تبين لهم بلي انت راك متمكن في هذيك اللغة. ولا مثلا آخر عندك عمل تطوعي زعما تخدم في النظافة ولا في أوتيل ولا في كش ما تتطوع هكا مع باليش أنا مع الرعاية الصحية ولا، هنا ما راح يطلبوا منك والو. هذه هي خوتي. السؤال الثالث خوتي، هل اللغة ضرورية أم هل اللغات ضرورية؟ نقدر نقول خوتي مستوى مقبول للتواصل باش تفهم الناس هذولاك رايح تتعامل معهم. معناتها تكون متمكن شوية في الإنجليزية. علاش خينا إنجليزية؟ بما أنها اللغة العالمية، دونك شوية برك من اللغة باش تقدر تتواصل مع الناس هذو اللي راك رايح تتعامل معهم. هذه هي خوتي. فيما يخص السؤال الرابع خوتي، قلت لنا ما هو المبلغ السنوي اللي تخلصه ولا كيفاش تخلص في السيت هذاك وشحال يستقام لك. خوتي المبلغ عبارة عن مبلغ الاشتراك أو مبلغ الانخراط يقدر ب49 دولار سنويا. أنا بالنسبة لي خوتي المبلغ هذا مبلغ مقبول عادي جدا، لأنه يعطوك بزاف فرص خلال عام كامل تقدر تتطوع في أي بلاد اللي ما قادرة ما تتطلب لكش مام الفيزا، كيما تايلاند كيما ماليزيا كيما، ومنها تروح تعدد ثقافات، منها راك تفواياجي وراك ربحت مكان الإقامة والوجبات، مقابل عندك تقديم 4 ساعات عمل يوميا، ماكسيموم 4 ساعات ولا. السؤال الخامس خوتي، شحال المبلغ اللي نحتاجه خلال السفر تاعي ولا شحال ندي معايا دراهم؟ دونك في السؤال هذا خوتي ما نقدرش نعطيكم معناتها مبلغ محدد، على حسب انت كيفاش تصرف، كيفاش النشاطات اللي حاب ديرهم في البلاد هذيك، لأنه المنظمة راح تتكفل بكلش لما توصل انت وتكون تأدي في العمل التطوعي تاعك، كما تكلمنا عليها مختلف المصاريف الأكل والشرب والمبيت، من غير خوتي النقل الجوي، معناتها البي تاع الطيارة انتم راكو رايحين تخلصوا. هذه هي ليكيب. دونك هي الى الواحد ثانيك داخله فيها على حسب البريود اللي يطوع فيها. كاين اللي يروح على جال شهر خدمه تطوعيه تاع شهر ما يسحقش مبلغ كبير، تما المبلغ هذا غير كش ما يحب يروح يدير نشاطات ولا كش ما يحب يروح يزور بلايص اللي يخلص عليهم، تما راح يسحق ارجونت بوش. السؤال السادس خوتي، اسكو تقدروا تحدوا المدة اللي راكو حابين تطوعوا بها؟ نعم خوتي تقدر خويا العزيز، على حسب تا واش تحب دير عمل تطوعي تاع سمانة تاع شهر تاع سنة، على حسب التخصص ولا العمل التطوعي اللي تتلاقى به الفرصة هذيك. دونك سا ديبون، كل عمل تطوعي هما واش يحتاجو ولا انت تخير شحال راك حاب المدة تاعها. اما خوتي في السؤال السابع هنايا سقسيتونا عليه بزاف وقلتونا اسكو كاين لاج سبيسيال معناتها باش تقدر تروح تتطوع. ما كان حتى عمر محدد خوتي، فقط برك لازم يكون السن فوق 18 سنة. وكاين خوتي بالنسبة للسؤال الثامن، كاين يجي في بالو يقول لك انا خدام كيفاش نقدر نديرها، معناتها عام كومبلي ولا خدام في الجزائر كيفاش نقدر نتطوع ولا ما عنديش الوقت. قادر تخير في الكونجي تاعك خويا العزيز وتروح تتطوع في مدة قصيرة تاع سمانة ولا سمانتين، منها تربح مصروف ومنها تتعدد الثقافات، راح تتعامل مع ناس، ومنها راح تكون عندك فرص كبيرة
دوموند تطلب تأشيرة ولا الباسبور تاعك يكون معمر، يكون فيه لي كاشي، يتسمى راح يكون فيها بزاف إيجابيات. هذه هي خوتي. السؤال رقم 9 خوتي، سؤال مهم هذا. قال لك هل يمكن التطوع كشخصين؟ اسكو تقدر تروحوا زوج تطوعوا باريزومبل كاش واحد مع خوه ولا كاش واحد مع مرته ولا؟ نعم تقدر خويا العزيز، من ذاك تلقاو في شروط التطوع يسحقوا شخصين، الخدمة هذه دومونديو شخصين. تخلص غير المصاريف الاشتراك هذاك، وتبعث لهم السيرة الذاتية تاعك ورسالة تحفيزية، ويقبلوكم عادي جدا. السؤال العاشر خاوتي هذايا ثانيك مهم جدا، سقسيتونا وتعودوا الأسئلة عليه بزاف. اسكو يعطيونا مبلغ مالي ولا مصروف كي نكونوا مقابل التطوع؟ يقدروا خاوتي يعطيكم، ولكن خاوتي في بعض الحالات ماشي قاع الأعمال التطوعية، على حساب العمل اللي حديرو نتايا وعلى حساب المستضيف هذاك اللي تكون عنده، قادر يعطيك مصروف قادر، دونك سا ديبو. انا النصيحه تاعي خاوتي قبل ما ديروا اي بلاد حاولوا تبحثوا على بلاد اللي ماشي صعيبه من ناحيه الفيزا تاعها، تاع الكونديشن تاع الفيزا شويه سهله. هذه على كل حال هذا العمل التطوعي راح يعاونكم في الفيزا باش تجيبوها. ولا اختاروا خاوتي البلدان اللي الفيزا تاعهم اوناريفال، واش معناتها كي تلحق المطار راح دوموندي الفيزا. كاين بلدان بزاف هكايا تما ماشي لازم بالفيزا، كي تروح ليهم وتتفق على عمل تطوعي ويقبلوك، معناتها كي تلحق المطار تاع البلاد هذيك باش تطلب التأشيرة وتدخل بها عادي. السؤال الأخير خاوتي اللي نختمو به على دوك السؤال هذا يتلف لكم شوية. كاين اللي قالك ندير تطوع في بلادي في الجزائر. نعم بالطبع خاوتي تقدروا ديروا عمل تطوعي هذا تحت المنظمة هذه، باسكو وورد بيكرز هذه فيها ثانيك بلايص اللي تقدر تتطوع بهم في الجزائر. كاين بلايص يصعب الوصول اليهم، معناتها ماكش راح تحوس فيهم لتفيزيتي، سي جوست تروح تعاون الناس اللي راهم في بلاصة معناتها محتاجين يد العون ولا محتاجين بزاف صوالح. هذه هي خوتي، وهكا ان شاء الله نكونوا جاوبنا على اهم الاسئله ليكيب. كاش ما نسينا خوتي فكرونا في لي كومونتير. هذه هي ليكيب المنظمه، انا فهمناكم ابيبري كيفاش تتعاملوا بها، وحنا خوتي جبنا لكم المعلومه، عطينا لكم معناتها 40% او 30%، وانتم خوتي ثاني زيدوا بحثوا زيدوا شوفوا. كاينين بزاف لي سيت، انا جبت لكم السيت هذا اللي معروف واللي باين. معناتها عادي تدخل للسيت وتسجل بالفيسبوك ولا بالجيميل، من بعد تخلص مبلغ الاشتراك اللي تكلمنا عليه في بداية الفيديو. هذاك المبلغ عبارة عن 49 دولار لمدة سنة كاملة، معناتها عام كومبلي. رايحين يكونوا يجيوك فرص لبلدان اللي بالك فيهم الفيزا ولا الفيزا تاعهم صعيبة، العمل التطوعي رايحين يعاونوكم باش تجيبوا الفيزا. ولا من الأحسن خوتي شوفوا البلدان اللي ما فيهمش الفيزا، ولا كيما قلنا اللي الفيزا تاعهم تجيبها غير كي تلحق المطار، معناتها ما يدومونديولكش فيزا باش تخرج من مطار الجزائر، ولكن اوناريفول غير تلحق للمطار تاع البلاد هذيك راح تدوموندي الفيزا. هذه هي خوتي، تما تبعوا لي كونديسيون اللي يساعدوكم وتربحوا بهم الوقت خوتي. هذه هي ليكيب، لحقنا هنا نهاية الفيديو، ان شاء الله ما نكونوا نسينا والو. الا كاش حاجة نسيناها ولا عندكم كاش سؤال خوتي خلونا في لي كومونتير. وهذه هي ليكيب، كاش ما تقترحوا لنا على كاش موضوع نتكلموا عليه في الفيديوهات القادمة خوتي خلونا في الكومونتير. ما تنساوش خوتي بارطاجوا مع اصحابكم، خلونا شوية لجام باش تحفزونا ونكملوا ندير لكم فيديوهات اخرين ويلحقوكم غير نحطوهم. هكذا خوتنا تلاقوا في ساعة الخير. انا ما عليا غير نقول لكم دوكا خوتي الصحة فطوركم والصحة سحوركم والصحة عيدكم، العيد ما بقالوش بزاف ربي يحفظكم كاع خوتي ويعطيكم ما تمناو. وكان معكم خوكم مصطفى يوكي، والسلام عليكم ليكيب.